بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بخير. الوصفة اللي معانا النهاردة وصفة مغربية، هنعمل مع بعض السفنج المغربي. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يسعدني اشتراككم فيها. الوصفة معانا النهاردة وصفة مغربية، ويا ريت لو حد بيشوفني من المغرب يقول لي إني أنا عملتها صح ولا فيها حاجات تانية، يكتبوا لي في التعليقات. المكونات بتاعتها بسيطة جدا جدا ومتوفرة في كل بيت. يلا نشوف هنعملها ازاي. معايا طبق كده هنزل فيه بكوبايتين من المية، انا معايراهم بمج الشاي العادي. وبعد كده هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي هي خميرة الخبز، عليها معلقة صغيرة من السكر، وهدوبهم مع بعض كده كويس. وبعدين هنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق، برضو معايراهم بمج الشاي العادي. ويا ريت يا جماعة ما تنسونيش في اللايكات، بالله عليكم لايكاتكم بتفرحني، وكومنتاتكم وتعليقاتكم والكلام الجميل اللي بتكتبوه لي. كده نزلت بكوبايتين الدقيق وخلطتهم مع بعض لحد ما بقى قوامهم سايل، وهسيبهم 10 دقايق. بعد ما غطيتهم كده وسبتهم حوالي 10 دقايق، الخميرة والدقيق اتفاعلوا كده مع بعض، ارتفعت شوية. وبعد كده نزلت عليها بكوباية من الدقيق، الكوباية رقم 3، وحطيت عليها رشة من الملح، يعني حوالي كده ربع معلقة صغيرة او اقل شوية. وهنعجن كده بالشكل اللي احنا شايفينه. هو طلع يا جماعة طعمه جميل جدا، بس يعني ما يختلفش عن الزلابية اللي احنا بنعملها. وهنا انا هنزل بالكوباية رقم 4 من الدقيق، بس هنزل كده بيها شوية شوية زي ما احنا شايفين. طعمه ما يختلفش يعني عن الزلابية او لقمة القاضي اللي احنا بنعملها هنا عندنا في مصر، بس برضو كان طعمه جميل وفي منتهى الجمال. انا عملته عجبني وعجب ولادي جدا. كده انا حطيت ال4 كوبايات دقيق، وهفضل اعجن فيهم لحد ما يلموا كده بالشكل اللي احنا شايفينه. انتوا شايفين طبعا انه هو فيه تلزيقة، بس لما هنعجن فيه لا هيتلم معانا اهو كده زي ما احنا شايفين. هنعجن فيها كده جامد. بعد كده معايا المية، هنسم صوابعي بس بالمية لحد ما العجينة كده تتماسك وتتلم مع نفسها. بس هي برضو هتكون العجينة مش سميكة، هتكون طرية اهو كده. العجينة خلصت معايا زي ما شايفين، القوام بتاعها طرية بزيادة يا جماعة، يعني لينة معايا. هو الطعم طعم زلابية، بس عجينة الزلابية طبعا بتكون سايلة عليها شوية. حطيتها في طبق مدهون بالزيت، وهغطيها وهسيبها لحد ما تخمر، وهنشوف شكلها دلوقتي. ده شكلها معايا كده بعد ما خمرت اهو. معايا صينية كده دهناها بالزيت، وهدهن ايديا زيت زي ما احنا شايفين. وبعدين كده هقطعها على شكل كور. طبعا لو قطعتيها حجم كبير هتطلع معاكي حجمها كبير. انا دول عملوا معايا حوالي 10 كور اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. لو قطعتها اصغر من كده اكيد كانت هتديني زيادة. بعد كده هنحمرها. معايا هنا صينية او طاسة فيها حوالي معلقتين كده من الزيت، ما فيهاش زيت كتير يعني، ويدوبك سخنت وعلى نار هادية. وفتحت العجينة كده من النص وحطيتها في الصينية. بعد ما مسكت نفسها شلتها وحطيتها في الطاسة التانية اللي فيها زيت غزير وسخن اهو زي ما احنا شايفين، لحد كده ما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه. وبعد كده هحط التانية، بعدين هكمل كده بنفس الطريقة. يفضل تعملي فيها فتحة العجينة من هي وعلى الصينية زي ما شفتي كده انا عملت. وهكمل كل التسوية بالشكل اللي احنا شايفينه. شفتوا لونها ذهبي وحلو ازاي. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، اللايك يا جماعة، اللايك فضلا وليس امرا.
شايفين الجرمشة بتاعتها من بره وقلبه طري وجميل جدا من جوه. وخلصت معانا وصفة الاسفنج المغربي، كانت وصفة جميلة وطعمها جميل جدا. انا عيالي لما اكلوه حطوا عليه رشة سكر بودر. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك وتنوروني بالاشتراك. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.